السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله قضى ألا تعبدوا إلا إياه، لا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه ولا مظهر لما أخفاه ولا ساتر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه. سبحانه خلق آدم بيده وسواه وأمره ونهاه ثم تاب عليه واجتباه، حاله ينذر من سعى فيما اشتهاه. طرد إبليس فأصمه وأعماه وأبعده وأشقاه، وفي قصته نذير لمن خالف الله وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علا فقدر وبطن فخبر، الوجود ملكه والقضاء حكمته، وكل ما في الكون طوع إرادته، فلا تهب في هذا الوجود نسمة هواء ولا تطرف عين ولا يحدث حدث صغيرا كان أو كبيرا إلا بإذن من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الشمس والبدر من أنوار حكمته، البر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن حبيبنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلى عليه الله جل جلاله ما لاح نور في البروق اللمع. يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي المصطفى ما أمت الزوار مسجد يثربا. ماذا أقول ورب العرش مادحه من فوق 7 سماوات وأرضين، في سورة النجم والأحزاب والشعراء وسورة الفتح والشورى وياسين، عليه 1000 صلاة بعدها 100 مضروبة في 8090. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته في جنان الخلد يا رب العالمين. أما بعد أحبتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أما بعد أحبتي، أشكر شيخي وأستاذي وحبيبي الشيخ سالم أن سمح لي أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة. أسأل الله كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا: واسمع بقلبك. نحن نخاطب من له قلب، ولكن هناك أناس يمشون على الأرض بلا قلوب، أموات غير أحياء ولكن لا يشعرون. اسمع بقلبك أخي وحبيبي. قال ربك جل وعلا في كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني. ماذا الرد؟ لم يقل قل. في القرآن كله يسألونك عن الخمر، قل يا محمد فيهما إثم كبير. يسألونك عن الأهلة، قل يا محمد هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأنفال، قل يا محمد قل الأنفال لله والرسول. وعندما خاطب العبد أن يخاطب ربه قال: يا محمد وإذا سألك عبادي عني، لم يقل قل. وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب، ليس بينك وبين الله وسيط. أيها العبد المهموم، يا من أتعبه الهم وهده السهر، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، إن لك ربا عظيما كريما معطاء، الجأ إليه وتوكل عليه. عندما يذهب شطر الليل ينزل ربك إلى السماء الدنيا يقول: يا عبادي هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. وأنت نائم في ظلمات الليل ربك ينادي عليك وأنت نائم، فالجأ إليه وتوكل عليه، إن ربك كريما معطاء. يروي أبو نعيم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر موسى عليه السلام في قومه فوجد رجلا مهموما، فقال له موسى: ما لك وللهم، ما لك وللهم، أما سمعت ماذا يقول الله؟ قال: ماذا يقول؟ قال: يقول: عبدي إذا سألت فاسألني فإني غني، وإن ظلموك فاستنصرني فإني قوي، وإن أفشيت سرا فإلي فإني وفي، وإن استرزقت فعندي فإني مني، وإذا دعوت فادعني فإني حفي. ليس بينك وبين الله وسيط. يروي ابن عبد البر أن رجلا قال لعلي بن أبي طالب: قد طال الظلم وعظم الخطب، فكم بيننا وبين الفرج. والله الآن قد طال الظلم وعظم الخطب، فكم بيننا نحن وبين الفرج. فقال علي: دعوة مستجابة فقط، بينك وبين الفرج دعوة مستجابة. ليس عند ربك وزير يؤتى، ولا بواب ينادى، ولا صاحب يرشى، ليس وسيط. امرأة عجوز من الأعراب مغمورة لا يعرفها أحد، وقد ظلمها رجلا أرضا أخذ منها أرضها. وكم من المظلومين الآن كثير. فيقول الأصمعي: أتت مسجد الله الحرام ورفعت وجهها إلى الله وقالت: يا من ليس له رب يدعى ولا دونه أحد يرجى ولا بعده أحد يبقى، يا من ليس له وزير يؤتى ولا صاحب يرشى ولا بواب ينادى، مني لك، مني لك، رد علي أرضي. يقول الأصمعي: والله لقد نودي عليها باسمها في المسجد ورد الله لها أرضها ونصرها على ظالمها قبل أن نصلي الفجر. ليس بينك وبين الله وسيط. نسينا الله، بنصلي الصلاة واجري واطلع بره. أين دعائك؟ أين بكائك؟ الدعاء مخ العبادة. الصلاة لغة الدعاء، الفاتحة دعاء، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء، كلها دعاء. أين أنت من الدعاء؟ ومن أعجب ما قرأت في كتاب سراج الملوك للطرطوش أن سلطان صقلية أرق ذات ليلة، قام مفزوعا من نومه. من الذي أيقظه؟ إنه الملك. قام مفزوعا من نومه فنادى على جنوده، قال لهم: أين قائد البحر؟ فجاء إليه قال: الآن سير مركبا إلى المغرب، إني قلق، والله ما أدري ما أهمني، والله ما أدري ما الذي أفزعني من نومي. قلق، يبكي خائفا مرعوبا، ملك سلطان يبكي. لما؟ التدبير عند الله.
فسيرت أكبر المراكب إلى المغرب، فأصبح الصباح فإذا بالسلطان يجد المركب في مرفئه في مكانه. ألم أرسله؟ أنا مش أرسلت المركب ده إلى المغرب؟ قالوا أيها الملك أرسلناه ولكن ربانه عادوا بعد ساعة. قال أيتوني بهم. فأتى إليه قائد المركب. ما الذي ردك؟ قال عرفنا أخبار المغرب، كنت تسأل عن أخبارها، عرفنا فعدنا. ما الذي حدث؟ قال عندما مضينا في عرض البحر ساعة سمعنا صوتا ينادي يا غياث المستغيثين يا الله، يا غياث المستغيثين يا الله. فإذا هو رجل يغرق في رمقه الأخير فأخرجناه. قال إني قادم من المغرب وكنا صيادون فهجم علينا الموج فغرق الكل غيري، وأنا منذ 3 أيام في البحر أغرق أنادي على الله يا غياث المستغيثين يا الله. فقال السلطان والله ما أفزعني من نومي إلا نداء الرجل يا غياث المستغيثين يا الله. ليس بينك وبين الله حاجز، لم تمنع دعائك؟ لم تجعل الدنيا تشغلك عن ربك؟ اسأل ربك. موسى يمر على رجل يبكي ويدعو الله فيقول يا رب لو أن حاجته عندي لأعطيته إياها يا رب. يصرخ ويبكي. قال يا موسى إنه يدعوني وقلبه عند غيري. ادعو بقلب خاشع وصادق، لا تسأل أحدا إلا الله. يروي عبد المحسن التنوخي كما يروي عنه محمد بن يوسف العمري أن المعتمد بالله سلطان ذلك الزمان قام مفزوعا يبكي من نومه، فأتى بجنوده قال الآن أخرجوا رجل اسمه منصور من السجن. قالوا يا أيها السلطان من منصور؟ منصور كتير. قال اذهبوا إلى السجن وأخرجوا كل من كان اسمه منصور. فذهبوا وعادوا برجل واحد. قالوا والله ما وجدنا إلا منصورا واحدا، واحد بس اسمه منصور. فجاء به ووقف أمام السلطان. قال ما اسمك؟ قال منصور. ماذا تشتغل؟ قال أنا جمال. قال على أي شيء سجنت؟ قال والله أيها السلطان ضاق بي الرزق في بلدي فخرجت أتطلب الرزق فأخذوني جنودك خطأ وأقول أنا لست منهم وأنا منذ 1.5 سنة في السجن. قال أشهد أنك صادق. والله إني سلطان بيحكي طوال الليل أتقلب ولا أستطيع أن أنام، ومناد ينادي يقول لي قم وأخرج منصور الجمال من السجن إنه بريء. قم وأخرج منصور الجمال من السجن إنه بريء. ماذا كنت تصنع يا منصور؟ قال كنت دائما ألهج وأقول يا غياث المستغيثين يا الله ردني لعيالي، يا غياث المستغيثين يا الله ردني لعيالي. أين أنت من النداء؟ أصرخ ابكي. النبي يقول إن لم تستطع أن تبكي فتباكى يا أخي، ابكي بين يدي ربك واسأله، الله يسمع دعائك. وإذا سألك عبادي غني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. يا أيها المريض قد هده المرض ويأسه الأطباء، اقرأ قول الله لما نادى أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ماذا كان الرد؟ فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. فقط أيوب لما أتاه المرض وكان عنده الجواري والبساتين والأموال والذهب والفضة وابتلاه الله 18 عاما مريضا صابرا، ولما أتاه أقرب الناس إليه أقرب الناس قالوا والله لو كان في أيوب خيرا ما ابتلاه الله.
فبكى وخر ساجدا على الأرض. قال والله يا رب لن أرفع وجهي حتى تشفيني. ماذا كان الرد؟ تحت قدمه فاضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. شفاه الله ورد إليه أولاده ومثلهم معهم، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وإيه وذكرى لي وليك وذكرى للعابدين. موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يمشي ذات يوم فوجد امرأة استوقفته، قالت يا موسى اسأل ربك أن يهبني الولد. امرأة عقيم تتمنى ولدا في هذه الدنيا، ولا يعرف قيمة الولد إلا من حرم الولد. ذهبت لنبي الله تستشفع بدعائه، ناجى موسى رب، قال رب أمتك هذه تسألك الولد. قال يا موسى هي امرأة عقيم. وما أصعب الإخبار، والإخبار شديد، ولكن على موسى البيان. قال لها يا أمة الله أنت امرأة عقيم. ذهبت باكية شاكية. الرد من الله أنها امرأة عقيم. ومرت الأيام ومرت السنون ورأى موسى تلك المرة، ولكن في هذه المرة كان معها ولد. استعجب موسى، من هذا؟ قالت ولد أرزقنيه الله. ناجى موسى رب، قال رب أمتك هذه سألتك الولد فأخبرتني أنها عقيم. وكأنه يقول من أين لها الولد؟ ما هي عقيم أصلا. قال يا موسى إنها لا زالت تسألني وتسألني 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 وتلح علي في المسألة حتى استحييت منها فأعطيتها سؤلها. يا الله، الله أكبر، حتى استحييت منها. لذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا رفع يديه إلى الله إن الله يستحي منه أن يرده صفرا خائبتين. يعني إيه الكلام ده؟ اسمع بقلبك بقى. الدعاء طالما أنك تدعو ربك فأنت على الطريق الصحيح. إما أن يستجاب لك في الحال، وإما أن يرفع عنك المصيبة. واحد يقول لك ده لما نجا من زمان ومشان ما يستجيب لي، ده أنا تعبت، ده أنا دي لي 50 سنة بدعي. ما أنت ذنوبك كتير، وعشان كده ربنا بيحبك. فيقول لك الله يوم القيامة عبدي إنك دعوتني في الدنيا فأخرت دعاءك إلى يوم القيامة حتى أدخلك به الجنة. يعني كل كلمة ترفعها إلى الله تكتب لك، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ده خلي بالك، كل كلمة تكتب لك مش عليك، تكتب لك. فكيف تيأس وكيف تقنط؟ الله يقول في كتابه لما يعقوب فقد ولداه وأصبح ضريرا لا يرى، أولاده يقولون له تكاد تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ماذا قال؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
أشكو بثي وحزني إلى الله. بالله عليك، هستحلفك بالله، عندك هم وحدك والله ما حدش يشعر بيه، كلنا مهمومين. مهما تحكي لصاحبك يقعد يضحك معاك، ولكن انت موجوع من الداخل. كم حلم حلمت له ما حققتوش، كم هم في قلبك، كم مصيبة حلت بك، إنما أعتبك ربك، جربك في الهم الذي مر بك، اختبرك في الهم الذي مر بك. ما عليك إلا أن تسجد لربك وتشكو إليه وتقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لا تشكو الله للناس. يقول وهب بن منبه: دخل طرطوس ثغر من ثغور الشام فوجد خباء. الخباء هي الخيمة من 3 عمدان، يعني خيمة صغيرة كده. فسمع رجلا يقول: الحمد لله على العافية. فدخل عليه، لقيه مقطوع الإيدين مقطوع الرجلين، به بعض سمع بعض بصر، ويقول الحمد لله. قال: أي نعم الله بقيت علي حتى تحمده؟ قال: الحمد لله، لقد عوفيت في ديني، لقد عوفيت في ديني. قد يبتليك الله في شيء ويعافيك في دينك، فاحمد الله. فيقول له أحد الجلساء: كيف أكلت الآكلة أطرافك؟ قال: سبحان الله، ما كنت أشتكي ربي لعواتي، ما كنت أشتكي ربي للبشر. إياك أن تشكو همك للناس، إن لك ربا عظيما والله لن تجد أحن عليك من الله. مش هتلاقي حد حنين عليك في الدنيا دي أبدا. الإخوات بيموتوا بعض دلوقتي، حربوا بعض، والأهل حربوا بعض. زمان كنا ما نحارب بعض بلاد على بلاد، فاكرين؟ الناس الكبيرة فاكرة الشيخ حسن على السريرية والشيخ حسن على مش عارف ايه والنازلة. في التسعينات عيلة فلان وعيلة فلان وعيلة علان. بعد الألفية بيت فلان وبيت فلان، العيلة مقسمة بيوت. دلوقتي نفسي من لك إلا الله. تفرقنا واختلفنا، ولا تفرقوا، احنا تفرقنا وابتعدنا عن الله. شغلنا بالدنيا فشغلنا الله بها. أصبح الغلاء والوباء والمصائب على رؤوسنا من ذنوبنا، ما رفع بلاء إلا بتوبة، وما نزل إلا بمعصية. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فتوبوا إلى الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا حبيبي يا رسول الله، صلت عليك ملائكة الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، صاحب الحوت يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله لن يبتليه، فابتلاه الله فالتقمه الحوت، فأصبح في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت. فلما نزل يونس به الحوت إلى قاع البحر سمع الأسماك تسبح الله، فبكى وخر ساجدا وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله الله، ما أجمل هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعاء مستجاب ما دعا به أحد إلا واستجيب له.
اشغل لسانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية كما ذكر في تفسيره أن رجلا كان يكري على بغل له، يعني شغال على البغل بتاعه بيجي أجرها يوديها للناس كده يودي كده، تعالى وديني مشوار تعالى وديني مشوار بين دمشق والزبداني. فأتى إليه لص قاتل فقال أوصلني إلى دمشق، فأخذه. فاللص قال له امشي من الطريق ده، قال له أنا عارف الطريق، قال له امشي من ده أنا هديك أجر. فأخذه إلى واد سحيق مليء بالقتلى، فأخذ المال وقال إني قاتلك. قال يا رجل أخذت مالي فدع نفسي، قال أما مالك فهو لي وأما نفسك سأقتلك. فبكى الرجل وقال بالله عليك إن كنت قاتلي دعني أصلي ركعتين أودع بهما الدنيا. إنها الصلاة يا عباد الله، إنها الصلاة. يا من تركتم المساجد، يا من تركتم الصلوات. فقال وقفت أصلي والله لقد نسيت القرآن كله ولم أتذكر إلا قول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال في سجودي في ركوعي في قيامي أمن يجيب المضطر، بيقولها مش لاقي حاجة يقولها غير كده، نسي حتى الفاتحة نسيها. رجل واقف عليه بالسيف يكتب فيقول فسمعت قعقعة فإذا فارس مقنع يأتي على فرسه ويقتل ذلك اللص، فيقول أستحلفك بالله من أنت وقد نجاني الله بك. قال أنا من جنود الذي يجيب المضطر إذا دعاه، أنا من جنود الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ادعوه دعاء المضطر، ادعوه دعاء المضطر. لما لم تدعو ربك؟ لما تذهب إلى الدنيا؟ صلي وارفع ايدك بربع ساعة يا أخي، ابكي اسجد اصرخ قل يا رب. وإن يمسسك الله بضر، ابتلاء قد يكون على يد بشر ظلمك، هذا الابتلاء فتقول يا رب وتنتظر انتصاف الله لك من الظالم، ولحكمة يعلمها هو يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فإياك أن تظلم، دعاء المظلوم مستجاب. إياكم ودعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول لصاحبها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نهاية دولة البرامكة خالد بن برمك دخل السجن هو وأبوه، فالولد يقول يا أبتي من ملك وجاه وسلطان إلى سجن وذل وجوع. قال يا ولدي إنها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. إياك وأن تظلم، إياك والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الظلم ويقول من انقطع شبرا أرضا. الناس اللي بتكوش على الجبل، الناس اللي بتحدد بالعافية والسلاح وتخاطر وتبيع عافية وخدت كل حاجة بالدراع. من أخذ شبرا إيه؟ ظلما فليتبوأ مقعده في قاع جهنم. شبر مش فدان و10 و100 و200 وظلم وقوة وعافية وأنا من عيلة فلان.
ستسحب إلى القبر يا ظالم، ستسأل في القبر من ربك، ستقول ها لا أدري. دينك لا أدري. نبيك لا أدري، لا دريت ولا تليت، ويصبون عليك من العذاب. خاف من القبر وضمة القبر ودود القبر وظلمة القبر وعفن القبر ووحشة القبر. لو تكلمنا عن القبر والله لا تجلس، مش هتطلع من المسجد، لا تفضل قاعد في المسجد، مش هتطلع بره ابدا. لما احنا ظلمنا انفسنا، والله الاخوات دلوقتي بيحاربوا بعض على كلام فاضي، وقطعوا ارحام بعض على اموال ودنيا، ومن اجل نساء زوجات وحريم. انت عارف ان صلة الرحم، يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم اخر ما اختم به الخطبة: من اراد ان يبسط الله له في رزقه، يوسع ليك وينسئ له في اثره، فايه؟ فليصل رحمه، فليصل رحمه. والله في رجل دلوقتي عايش في حلوة، مواليد سنة 1888، عنده تقريبا 135 سنة، صحيح أطول مني، أعرض مني، قوي، بيروح الأرض إلى الآن ويشتغل جراح. فبقول له ما شاء الله عليك، ذاكرة وصحة ما شاء الله. انت حضرت ثورة سعد زغلول و53 و73 وكل ده عدى عليك ما شاء الله، ولسه شباب، تحس انه لسه شباب. فبيقول له والله انا اهلي يشتموني يخصموني، ما بسيبش حد غير لما ازور الناس كلها. فضلت ازور في اخواتي حتى لو ظالميني، حتى لو واكلين حقوقي، حتى لو سبوني وشتموني، اروح اقعد معاهم واهزر معاهم. ماتوا اخواتي بروح لاولادهم، ماتوا اولاد اخواتي بروح لاولاد ولادهم. شفت صلة الرحم؟ بيروح للكل، هو ملوش داعي، هو بيصل رحمه. تشتمني، تاخد حقي، تاكلني، انا بنفذ وصية النبي: من اراد ان يبسط الله له في رزقه وينسئ له في اثره، يطول عمره، فايه؟ فليصل رحمه. تخيل ان رحمك ده ظلمته، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. لا تظلم احدا حتى كلما ذكر اسمك قال حسبي الله ونعم الوكيل. تبقى ناس قاعده كده ويقولوا فلان، يقول لك حسبي الله، يا اخي ده ظلمني، يفضل طول العمر يدعو عليك حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا الدعاء مستجاب. إياكم ودعاء المظلومين، إياكم ودعاء المظلومين، إياكم والظلم، دعاء المستجاب يا جماعة. والله فلنحذر. عندك هم، عندك مصيبة، عندك كرب، ما عليك إلا أن تتوضأ وتصلي ركعتين وترفع شكواك وهمومك إلى الذي خلقك من عدم. سئل أحد الحكماء عن الهم فقال: لما جيت للدنيا وانت طفل كان معاك الهم؟ قال له لا، ما كانش معايا هم. قال له لما تطلع من الدنيا هيبقى معاك هم؟ قال له لا. قال له خلاص اصبر، الهم في الدنيا بس، قبل ما تيجي ما كانش فيه هم، وبعد ما تمشي ما فيش هم. الهم في الدنيا، فتحمل واصبر حتى تخرج منها معافا سالما غانما دينك قبل ان تموت. اللهم صل على محمد في الاولين، وصل عليه في الاخرين، وصل عليه في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله. لا اله الا الله عدد ما مشى فوق الاراضين ودرج، ولا اله الا الله عدد ما طار في السماوات وعرج، ولا اله الا الله بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب،
ويا رجاءنا إذا اشتد الحساب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا اشتد الحساب، يا من هو غني عن عباده، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك، وليس لنا رب سواك، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك. أمرتنا فلم نأتمر، ونهيتنا فلم ننزجر، وخوفتنا فلم نعتبر. ارحمنا يا أرحم الراحمين، يسر أمورنا، فك كروبنا، فك كروبنا، اقض ديوننا، انصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، فك كرب كل مكروب، وسجن كل مسجون، اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقفنا ببابك ولذنا بجنابك، وقفنا ببابك فلا تحرمنا، وسألناك فلا تطردنا، وأنت ربنا وأنت مولانا. استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك. اللهم أحسن ختامنا، أمتنا ساجدين بين يديك، أمتنا ساجدين بين يديك. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. يا رب لا نقوى على الحساب، يا رب لا نقوى على الحساب، يا رب لا نقوى على الحساب. أدخلنا الجنة بغير حساب، ولا سابقة عذاب، ولا سابقة عذاب. ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. أدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.